أنا مس ندى من القاهرة التاريخية، جايين النهاردة علشان نعرفكم عن الآثار اللي موجودة في المكان في ميدان القلعة دي. طبعا انتوا عارفين القلعة وشفتوها كده. دي الآثار اللي موجودة في ميدان القلعة، أشهر آثار الدنيا. هنبدأ بإيه؟ مالكوش دعوة بالقبة السلطان حسن، يعني انتوا ما تركزوش مع القطة، ركزوا معايا. بعدهم فبألسن البنيان إن البناء إذا تعاظم شأنه أصبح يدل على عظيم الشان. يعني كل ما البناء بيبقى عظيم وجميل كده، ده دليل على مين؟ على عظمة اللي بنيه، صح؟ وهو في أحلى وأعظم من المكان اللي خلى كل المؤرخين يوصفوه ويمدحوه. في منهم اللي قال لو كان على مصر الفرعونية أن تفخر بأهراماتها، فحق لمصر الإسلامية أن تفخر بمدرسة وجامع السلطان حسن. مين هو بقى السلطان حسن؟ وإيه قصته؟ وإيه اللي خلاه أصلا يمسك الحكم عشان يبني مكان كبير زي ده دلوقتي؟ أول حاجة خالص هو سلطان، ابن السلطان، حفيد السلطان، وأخ ل6 سلاطين حكموا مصر والشام، أسرة كلها سلاطين. كلكم قبل كده رحتوا معز؟ ما رحتوش؟ هناك في مكان اسمها مجموعة قلاوون. ده جد اهو. لا أنا كده كبير معروف اسمه جامع الناصر محمد، ده أبو السلطان حسن. يبقى هو ابن السلطان، هو حرية من أسرة عملوا نظام جديد قوي في العصر المملوكي. عملوا نظام جديد اسمه نظام الوراثة. كلنا لازم نبقى عارفين إن المماليك المبدأ الأول والأخير بتاعهم من قتل سلطانا أصبح هو السلطان. نفاس على الحكم، تنافس ونزاع ما بين بعض عشان كله يمسك الحكم. اللي يقتل السلطان يبقى هو السلطان. إلا لما جت أسرة قلاوون دي اللي منها السلطان حسن، عملت نظام جديد اسمه نظام الوراثة. السلطان منصور قلاوون حكم، مات، مسك بعديه الأشرف خليل، مات، مسك بعديه الناصر محمد أبو السلطان حسن. بعد ما الناصر محمد مات، المفروض أبناء الناصر محمد دول يمسكوا الحكم ورا بعض. جه بقى واحد من اخوات السلطان حسن مات، فجم الوزراء قالوا ايه؟ احنا لو مسكنا الوزراء لو هم اللي مسكوا الحكم هيعملوا واحد من ابناء الناصر محمد. مين قماري ده؟ مش انت قلتي السلطان حسن؟ هو اسمه قماري بس السلطان حسن، ده لقب اسمه قماري. قماري ده كان عنده لسه عيل 13 سنه، فقال لك فالوزراء قالوا ايه؟ لو احنا مسكنا الحكم هنقعد نقتل في بعض. طب هنعمل ايه؟ نجيب عيل صغير نحطه في الحكم، يمسك الحكم يعني، ونحن الكرسي ونحكم احنا من وراه.